في قلب العاصمة البريطانية لندن اجتمع 6 مسنين لتنفيذ أكبر عملية سرقة في هاتون جاردن. ما كانت مجرد عملية عادية، وصفوها بضربة العمر من كمية الغنائم وصناديق الأمانات، والمبلغ اللي مسروق بهاي العملية توصل حوالي ل 14 مليون جنيه استرليني. سلام، معاكم ابو الميز ويا هلا فيكم بقصة جديدة، ومباشرة راح نفوت بأحداث القصة. بس اللي بدي اياه منكم لايك للفيديو، واذا كنت تشاهدني على التيك توك او الفيسبوك او الانستغرام شاهدني على اليوتيوب، بنزل حلقاتي غاد بالكامل، بتلاقوا رابط قناتي بالبايو. ويلا نبلش وعبركة الله. بأحد ليالي ربيع 2015 الهادئة في قلب العاصمة البريطانية لندن، كانت شركة هاتون جاردن مغلقة لعدة أيام بمناسبة عيد الفصح. وهاي الشركة كانوا يحفظوا فيها التجار وأصحاب المتاجر ذهبهم والألماس اللي عندهم وكاشهم وأشيائهم الثمينة بشكل عام بمستودعات تخزين الودائع. ومش بس التجار اللي كانوا يأمنوا على ممتلكاتهم بهاي المستودعات، ممكن لأي شخص عنده ممتلكات ثمينة يحفظها فيها. وشركة هاتون جاردن كانت الخيار المناسب لهذول التجار. المستودع هذا فيه 199 صندوق أمانات، وبنعد غير قابل للاختراق بسبب المستوى العالي من مميزات الأمان اللي فيه، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار. وبعطلة عيد الفصح بالشهر الرابع بسنة 2015 اتفقوا هذول اللصوص بسرقة خزائن هاتون جاردن. وهذول اللصوص راح يثبتوا لك انه العمر مجرد رقم، لانه الرأس المدبر كان عمره بوقتها 76 سنة واسمه براين ريدر. عمره 67 سنة وبفكر بعملية سرقة. عندنا هون اللي عمره 67 سنة بكون ميت سريرية. المهم الرجل الثاني اسمه تيري بيركنز، وكان عمره بوقتها 67 سنة. والمشكلة مش هون، المشكلة انه تيري كان يعاني من السكري وكان يعاني من مشاكل بالقلب. والرجل الثاني كان اسمه جون كولينز، وكان عمره بوقتها 64 سنة، وكانت وظيفته بهاي العملية سائق للعصابة. والشخص الثاني اسمه داني جونز، وكان عمره بوقتها 60 سنة، وكان أصغر واحد من العصابة. والشخص الخامس كان اسمه كارل وود. والشخص السادس كان اسمه باسيل، وكان ملقبينه بلقب الشبح لأنه كان يختفي ويختبئ بشكل احترافي، وكان دايما مجهز حاله وبيتنكر بكثير من الشخصيات. وكانت مهمة هذا الشبح بتعطيل أجهزة الإنذار، وفيك تحكي إنه هذا الشخص خبير بمجال الإلكترونيات. زي ما شفتوا كل أفراد العصابة مسنين، والغريب من الموضوع إنه كل سجلاتهم مليانة بعمليات السرقة مسبقا. يعني باختصار هذا الكار لعبت بتاريخ يوم 2/4 سنة 2015، يوم الخميس المصادف لعيد الفصح. بوقتها أغلقوا الموظفين أبواب الشركة وتوجهوا العصابة للمكان على الساعة 28 دقيقة المساء. وبوقتها كان معهم شاحنة لون أبيض وكان يسوقها جون كولينز. ولما وصلوا وقفوا الشاحنة بالشارع المجاور ونزلوا منها اللي هم داني جونز وكارل وود، وكانوا لابسين زي الصيانة، وراحوا واخذوا نظرات للمكان. وعلى الساعة 29 دقيقة بالضبط اجاهم باسيل الشبح، وهو ماشي كان ماسك كيس اسود على كتفه. والهدف من هاي الحركة انه يتجنب كاميرات المراقبة، لانه كان عارف انه هذا المكان محاط بالكاميرات. وباسيل قدر يتسلل للباب الامامي للمبنى، وقدر يفتحه خلال ثواني بدون ما يكون معه مفتاح، وتوجه ناحية الباب الخلفي وفتحه من داخل المبنى عشان يدخل باقي اللصوص. وكان معهم معدات السرقة اللي راح يستخدموه. وبعدها طلع جون كولينز على شقة مقابل مبنى هاتون جاردن، والشقة هاي كانت بتطل حرفيا على الباب الأمامي والخلفي للمبنى هاتون جاردن. ودور جون كان مراقبة المكان وتنبيه العصابة إذا صار أي إشي غريب. بس بعد ما دخلوا الشركة كان من المستحيل انهم يعرفوا يصلوا للقبو اللي موجود فيه المجوهرات من الباب الرئيسي، لانه بيفتح عن طريق بصمة العين بس، ولو حاولوا يفتحوه باي طريقة اجهزة الانذار راح تشتغل والامن راح يقبض عليه. بس طريقتهم لفتح الباب كانت بمنتهى السهولة، وهي انهم راح يوقفوا بالطابق الثاني، وواحد منهم راح يطلع للطابق الثالث عن طريق الدرج، واللي طلع عن طريق الدرج راح يسحب الاسانسير لفوق، وهم راح يفتحوا الباب
وينزلوا عن طريق الأحبال. لما نزلوا ووصلوا لقبو المجوهرات تفاجئوا بباب ثاني مأمن بأجهزة الإنذار، وهون كانت مهمة باسيل الشبح الثانية إنه يعطل أجهزة الإنذار، وخلال دقائق قدر يعطل أجهزة الإنذار وقدر يفتح الباب بكل سهولة. بس بعدها تفاجئوا بباب ثالث، بس لحسن الحظ الباب كان مش مأمن بأجهزة إنذار، بس كان عليه قضبان حديد، وشافوا إنه أسهل طريقة يقصوا قضبان الحديد عن طريق صاروخ كهربائي. وفجأة صارت المفاجأة المرعبة والغير متوقعة لأفراد العصابة. وصل خبر لأفراد الأمن المراقبين إنه موجود مشكلة داخل القبو، وهون توجه أحد الأفراد ناحية الباب الخلفي للقبو عشان يطمن على الأوضاع. وبالوقت هذا جوني كولينز اللي كان مسؤول عن مراقبة المكان من الشقة كان معطيها نوم الأخ، صوت شخيره واصل لآخر الدنيا، ولا داري عن الطبخة إشي. وأفراد العصابة اللي كانوا جوا ما كانوا عارفين شو اللي قاعد بصير برا. بس لحسن الحظ رجل الأمن فكر إنه هذا التنبيه كاذب، لأنه كان الباب مغلق، ورجع مرة ثانية لمكان بدون ما يكشف العصابة. وبعد ما قطعوا قضبان الحديد وصلوا العصابة أخيرا لباب الخزنة الرئيسي، بس تفاجئوا إنه باب الخزنة ضخم كثير ومستحيل اختراقه بأي طريقة من الطرق، والحيطان اللي بجنبه بصل سماكتها ل 56 سنتي. بس أفراد العصابة كانوا عاملين حساباتهم وجايبين آلات معهم يحفروا هذول الحيطان. مش بقولكوا الكار كارهم والعمر مجرد رقم، وهاي الآلات بتقدر تخترق هاي الحوائط السميكة، وخلال ساعات قدروا يفتحوا فتحة متوسطة بالحائط. وهون كانت المفاجأة الغير متوقعة، اكتشفوا العصابة إنه ورا هذا الحيط الخزائن تبعت الأمانات. الخزائن حرفيا مثبتة بالأرض وبالسقف بمسامير من الفولاذ، وصعب تحريكها بأي شكل من الأشكال. وهون براين الرأس المدبر أمرهم إنهم يغادروا المكان فورا، واستناهم جوني كولينز بالشاحنة وهربوا بسرعة. وكان رأي براين إنه العملية خلص فشلت ومستحيل يرجعوا مرة ثانية. بس أفراد العصابة أصروا إنهم يرجعوا مرة ثانية وينفذوا المهمة، واشتروا مضخة هيدروليكية ووظيفتها إنها تسحب الخزائن من مكانها ويقدروا يفوتوا للقبو. وبيوم 5/4 سنة 2015 دخلوا للمبنى مرة ثانية، بس لاحظوا إنه أضواء القبو شغالة بعكس المرة الأولى. طبعا برايدر الرأس المدبر ما رجع معهم المرة هاي، وكارل وود لما شاف الأضواء شغالة توتر وقال لهم لازم نطلع بسرعة من هذا المبنى. وحاولوا إنهم يهدوه بس ما رضي وتركهم وراح. وهيك بس ضل 4 من أفراد العصابة، باسيل الشبح وتيري بيركنز ودوني جونز. هذول الثلاث راح يكملوا عملية السطو، وجوني كولينز راح يكون المراقب مثل المرة الماضية، وإن شاء الله إنه ما راح يعطيها نومة مثل المرة الماضية ويجيبهم بحوض نعنع. وخلال دقائق فاتوا على المبنى ووصلوا للخزائن وفتحوها عن طريق المضخة الهيدروليكية. انصدموا باسيل وتيري وداني من كمية المجوهرات اللي موجودة داخل الخزنة، وكان موجود 199 صندوق أمانة بس قدروا يفتحوا 37 صندوق. قيمة المسروقات اللي سرقوها قدرت ب 14 مليون جنيه استرليني. وبيوم 7/4/2015 خلصت إجازة عيد الفصح ورجعوا العالم لشغل. وصلوا موظفين المستودع وفتحوا الخزنة وتفاجئوا انه صناديق الخزنة مفتوحة ومسروقة، وبسرعة بلغوا الشرطة وبلشوا المحققين يدوروا على بصمات اللصوص بأي مكان، بس ما لاقوا أي أثر نهائيا لبصمات اللصوص، لأنه اللصوص قبل ما يعملوا عملية السطو حضروا فيديو على اليوتيوب للطب الشرعي كيف يقدروا يخفوا بصمات. مش بقولكوا هذول المسنين الكار هذا كارهم، بس على قد ما كانوا حذرين إلا إنه الكاميرات المراقبة اللي بشوارع لندن قدرت تكشف الشاحن اللي كانوا يستخدموها لتنفيذ المهام. بس بعد ما كشفوا على نمرتها اكتشفوا انه الشاحنة هاي مسروقة من الاساس. بعد بحث مكثف عن اي دليل ممكن يوصلهم للصوص، لاحظ واحد من المحققين عن سيارة مرسيدس كانت تاخذ جولات استطلاعية حوالين المكان قبل تنفيذ العملية بدقائق، وبعد ما تم تتبع نمرة السيارة عرفوا انه صاحبها جوني كولينز. حطوا جوني كولينز تحت المراقبة لانه رجال كبير بالسن وعمره فوق ال60، وما كانوا متوقعين من الاساس انه رجال كبير بالسن
يقدر ينفذ مهمة بالصعوبة وبالخطورة هاي، وحطوه تحت المراقبة بس احتياطا. وبعد عدة أيام لاحظوا انه بتقابل مع داني جونز وتيري وباسيل، وهيك صار قدام الشرطة 4 مشكوك فيهم. وراجعت الشرطة مكالمات جون قبل تنفيذ العملية، عرفوا انه حكى مع محلات ادوات منزلية وطلب منهم مضخة هيدروليكية، وهاي المضخة نفسها اللي استخدموها لاختراق الخزنة. بس هذا الاشي ما كان سبب كافي عشان يقبضوا عليه. وبعد تنفيذ العملية بأيام اتقابل جون وتيري، وراح محقق وراهم وزرع كاميرا مراقبة عنده، وسمعهم وهم بيحكوا عن نجاح عمليتهم للمرة الثانية لدخولهم فيها على المبنى. وظلت الشرطة تتنصت على مكالمات جون، وبوحدة من المكالمات طلب جون من أفراد العصابة، طلب منهم إنهم يتجمعوا بمبنى صغير بلندن ويجيبوا معهم الغنائم اللي سرقوها ويخبوها مع بعض بمكان سري. وهون كانت الشرطة مستعدة ومستنينهم إنهم يتجمعوا. وبعد دقائق اتفاجئوا المسنين إن الشرطة اقتحمت المكان وعرفوا إنه المهمة انكشفت. وبعد ما قبضوا عليهم الشرطة بلشوا يفتشوا البيت بشكل دقيق، وقدروا انهم يستعيدوا مجوهرات وذهب وممتلكات ثمينة تصل قيمتها ل4 مليون جنيه استرليني. وقيمة المسروقات الباقيات للأسف الشرطة ما قدروا يحصلوا عليها، واللي كانت قيمتها 10 مليون جنيه استرليني. وما اعترفوا اللصوص عن مكانهم ليوم نهار، وبالمحكمة اعترفوا كلياتهم بإذانتهم للعملية هاي. وبعد ما عرضوا عليهم المحققين الإثباتات وتسجيل الكاميرات ما قدر منهم أي حدا يتهرب، وبسبب اعترافاتهم تم الحكم على براين رايد العقل المدبر لمدة 6 سنوات و3 شهور. والأربعة الثانيين تيري وديني وجون وكارل تم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة 7 سنوات. وظل الشبح باسيل العصابة ما اعترفوا عن هويته وما أعطوا أي معلومات عنه للشرطة. بس بعد 3 سنوات من البحث المكثف قدروا يصلوا لاسمه الحقيقي، واللي هو مايكل سيد. وبعد ما تم القبض عليه حكموا لمدة 10 سنوات. وحكى للمحققين انه لو بقية العصابة اخذوا حذرهم واحتياطاتهم مثله كان من المستحيل يتم القبض عليهم وعليه حتى. وبسنة 2018 فارق اول واحد منهم الحياة، واللي هو تيري بيركنز. وهيك بتكونوا وصلتوا لنهاية الحلقة. بتمنى تقدروا تعبي بلايك للحلقة واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد من قناتي. وهسه مش راح احكي لكم الى اللقاء، راح احكي لكم استنوني بقصص جديدة.